وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فضلت أقول بس الأجازة تيجي، أما الأجازة لما تيجي ده احنا لما ناخد الأجازة ده أنا هخرب الدنيا. أنا مش هقعد في البيت أصلا، أنا هفضل أخرج كل يوم وأغير جو وانتقم علشان لما الدراسة ترجع تاني أرجع بقى بنفس مفتوحة كده وأكون أخدت حقي وزيادة من الأجازة. وها أنا أحدثكم من موقعي هذا من البيت، وعايزة أقول لكم يا جماعة إنها كلها كانت أحلام، وإن الشتاء قضى على كل مخططاتنا والجو البرد بجد مقعدنا في البيت. نعم، هنقضي الأجازة في البيت ولا إيه؟ لأ مش نافع كده يعني، عايزين نخرج نغير جو، علشان يعني مش هنقضيها في البيت وخلاص احنا كلها أسبوع وراجعين على دروس، فكده كتير بجد يعني. ازيكم يا احلى بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال، وحشتوني جدا 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 قد الدنيا كلها. فيديو جديد، وطبعا هو مش زي اي فيديو النهارده خطير مليان افكار ومليان حاجات هتنشطك وهتخليكي تقومي تخلصي كل اللي وراكي. النهارده يا بنات عشت معاكم اليوم كامل، من اول ما قمت من النوم لغاية ما عملت الروتين بتاعي وعشت معاكم اليوم عموما يعني كله. بس يعني ايه، في جزء من اليوم كده اتاكل في الاول، يعني قمت الحمد لله صليت وبعدين عملت فطاري كده وقعدت فطرت وروقت، ما احنا في الاجازة بقى. يعني انا لو مش هفطر واروق في الايام دي هفطر واروق امتى؟ اللي هو احساس اللي شيء حلو قوي ان انت يعني عارفين. صح ما بنخرجش وقاعدين في البيت، بس كفايه انك حاسه ان انت مش وراكي حاجه، لا وراكي مذاكره ولا منهده ولا مناحيه ولا الهوا. فالحمد لله والله نعمه، يعني انا مستمتعه بالنعمه دي لوحدها. غريبة يعني يا سارة، بدألنا بالغدا؟ مش عوايدك والله الكلام ده خالص، عيب عليكم. ما دام انا بادئلكوا بالغدا اعرفوا ان الغدوة دي مش عادية. وبما اني بادئه بيها عشان انا عارفه ان في ناس عارفاكم على فكره، وبيجي لي احصائيات وعارفه ان في ناس بتكملش الفيديو للاخر. فمن تشوفوا سبحان الله، يعني انتوا ما بتكملوش الفيديو للاخر، انا بحبكم. فصعب عليا ان تفوتكم الوصفه الفظيعه دي. والفيديو ده بقى بالذات ما يتفوتش عشان هو اخره احلى كتير مليون مره من اوله. فلو سمحتي كملي الفيديو، انا اصلا ما يتشبعش مني، بيجيلك قلب ازاي تسيبيني وتطلعي تسيبي الفيديو. ومعلش بالمرة بقى ممكن تعملي لايك، انا عارفة والله بتقل عليكي بس اعملي لايك بقى. ولو اول مرة بتشوفيني اتمنى ان انتي تشتركي معانا في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما اشعار بالفيديو اول ما انزله. وطبعا ما تنسيش تسيبيلي كومنت زي القمر زي كده. عايزة اقول لكم يا بنات الاكلة بتاعت النهاردة دي خطيرة، بجد اكلة شتوية جدا بتدفي، وكمان بتعمل يعني لو صدر فرخة واحد هيعمل لك كمية كبيرة تأكل عيلة ما شاء الله. فاعتمدي الاكلة دي وانا متأكدة ان انت هتدعي. تعالوا بقى اقول لكم سريعا انا عملتها ازاي، وعايز اقول لك انك هتقومي تطبقيها على طول، ما فيهاش اي افتكاسات. هي سهلة جدا فوق ما تتخيلوا، بس طعمها يا نهار ابيض روعة. اول حاجه يا بنات بنجيب صدر فرخه او على حسب الكميه اللي انت عايزاها من صدور الفراخ اللي هتعمليها، وبنبدا نقطعها مكعبات صغيره، ومش صغيره قوي، حجم وسط يعني. وبعدين بتجيبي بصلايه وقرن فلفل اخضر وشويه توم، فصين توم كده مثلا، وبتضربي كله مع بعضه في الخلاط. وبعدين بتنزلي بعد كده في طاسه سخنه بالفراخ. الفراخ يعني تغيّر لونها كده، بننزل عليها بقى بالفلفل والبصل والحاجات اللي إحنا ضربناها في الخلاط دي، وبعدين بنسيبها تتشوّح مع بعض كده تشويحة. على العين اللي جنبها على طول هتعملي شوية بشاميل، وأظن أنا وريتكم البشاميل اللي باعمله على البارد ما بياخدش مني 5 دقايق حرفيًا يا بنات.
باخد نُص البشاميل باقلّبه على الفراخ لمّا تستوي، الفراخ ما بتاخدش وقت في السوا على فكرة، يا دوب تستوي كده هي والفلفل والبصل والحاجات دي، وبعدين باحط لها طبعًا ملح وفلفل وشوية كمون صغيّرين، مش عايزة كمون خالص براحتك، أنا ما باحطش بهارات أكتر من كده بصراحة. وبعدين باحط عليها نُص كمية البشاميل وأقلّبه على الفراخ، وباحطها في بايركس بقى أو في صينية أو زي ما أنتِ حابة هتعمليها في إيه، وشوية البشاميل اللي فاضلين باحطهم على وشّها من فوق، وبألف هنا وشفا أحلى صينية فراخ بالبشاميل هتاكليها، وهتدعي لي وهاستناكِ تدعي لي، ومتأكدة إنها هتعجب ولادِك جدًا. أنا باعمل جنبها رز بشعرية، وبجد هي أكلة خطيرة وبتدفّي جدًا وبتأكّل كمان في الشتا. عايزة أقول لكم يا بنات أنتم لو خدتوا بالكم هتلاقوا الأكلة دي برضه من الأكلات اللي أنا عاملاها من غير أي دهون خالص، يعني أنا حطيت الفراخ بتاعتي في الطاسة على طول من غير أي مادة دهنية، وأنا بقى لي فترة باحاول أقلل جدًا استهلاكي لأي سمنة أو زيت في الأكل، علشان مش فكرة إن أنا عايزة أخس أو إن إحنا بنعمل ريجيم أو حاجة من الكلام ده خالص، قد ما أنا فعلًا بقيت بادوّر على الhealthy lifestyle أو شوية أسلوب حياة صحّي، لإن بجد يا بنات الواحد بقى بيتخض من كمية الأمراض اللي بيشوفها واللي يعني الأمراض دي تراكمات كلّها، فلو أنتِ حتى من الناس اللي عندها أساسي استخدام الزيت والسمنة في الأكل حاولي إن أنتِ تقللي الكميات، يعني أنا عارفة إن الزيت والسمنة بيودّوا الأكل في حتّة تانية، وهتقولي لي في أكلات يا سارة ما ينفعش ولازم سمنة وزيت فيها، هاقول لِك وأنا باعمل ده علشان كده، عشان في أوقات في أكلات معيّنة كده هو لازم غصب عنِّك هتستعملي فيها سمنة أو زيت، فحاولي إن أنتِ بقى تجيبي السمنة البلدي أو الزبدة اللي هي البلدي دي يا بنات الزبدة الصفرا دي، دول أحسن كتير من السمنة المهدرجة والزيوت المهدرجة اللي في الماركت بجد مش حلوة. فحاولوا تستخدموها أحسن كتير. هنا كنت سِبت الأكل بتاعي على النار، وبعدين دخلت قُلت أخلّص بسرعة الروتين اللي عندي في غرفة النوم النهارده، وهنا كنت باوريكم يا بنات أنا عندي box كده لازم يبقى جنب السرير، ومن يوم ما بقى الbox ده جنب السرير بقيت باهتم بالskin care، يعني أنا في الغالب كنت في الأول باخلّي الskin care بتاعي كلّه على التسريحة. وأوقات كتير بالذات في الشتا، أنا بأكد عليكم في الشتا بالذات بعد ما بندخل السرير خلاص إحنا مش قادرين نقوم، فالحل إيه بقى، إن أنا لمّا بقى الحاجات دي جنبي يبقى الموضوع أسهل. بُصّوا أنا كده الغسول بيبقى في الحمام دايمًا، فباستعمله وبعدين بادخل وأنا واقفة باحط التونر برضه بابقى حاطاه على التسريحة، فدول خطوة أساسية يا بنات، والتونر مهم جدًا لإن هو فكرته إنه يقفل المسام فلمّا بتحطّي أي منتج على وشِّك مش هيدخل يعمل لِك حبوب، يعني مش هيدخل من المسام دي يعمل لِك حبوب، فخطوة التونر دي مهمة جدًا. ممكن تكتفي بمُرطِّب بس بعد التونر، بس الأفضل يعني إن إحنا نستعمل سيروم على حسب أنتِ بشرتِك محتاجة سيروم إيه، لو أنتِ محتاجة حاجة مثلًا للتجاعيد، لو أنتِ محتاجة حاجة للترطيب أكتر مثلًا، لو أنتِ محتاجة حاجة للمسام، يعني أنتِ بتشوفي هي بشرتِك محتاجة إيه وبتبدئي تدوّري على سيرم مناسب ليها. واعذروني يا بنات والله أنا آسفة على الخنفان اللي في صوتي، بس أنتم عارفين من المرّة اللي فاتت قُلت لكم إن أنا عندي برد، وفي حبايب قلبي بنات كتير لاحظت من غير حتى ما ييجي الجزء اللي أنا قُلت فيه إن أنا تعبانة ودخلوا كتبوا لي: "يا سارة صوتِك تعبان." ربنا ما يحرمني منكم، والله أنتم حبايب قلبي، ربنا يديمكم أحلى نعمة في حياتي. فالbox اللي بيبقى جنبي ده بيبقى أهم حاجات فيه إن أنا مثلًا حاطة فيه الكريم بتاع الfoot cream أو كريم القدم، لإن لازم على طول صيف وشتا على فكرة نرطّب رجلنا، وكمان يا بنات الlip balm دي أساسية صيف وشتا معايا أو أي بنت بجد يعني شفايفها على طول بتتبهدل ومحتاجة مرطبات لازم يبقى أساسي عندِك lip balm، وعايزة أقول لكم الlip balm دي أنا كنت جايباها من Avon وعالمية، أنا جِبت اللي هُم كنت أنا وريتكم فيديو المشتريات، الاتنين اللي أنا كنت جايباهم من أماندا تقريبًا،
وأنا مش هاقول لكم إنهم أحلى حاجة، هم عاديين على سعرهم بصراحة يعني. الlip balm بتاعة Avon دي بتبقى غالية شوية بس ترطيبها وهمي، أنا لتاني يوم بابقى باتوضّى وشفايفي لسه عليها الlip balm يعني، فخطيرة بصراحة. والfoot cream بتاعهم ده برضه أنا جايباه من عندهم، يا نهار أبيض على جماله! مش عايزة أقول لكم والله وأنا باغسل رجلي وأنا باتوضّى بيبقى عليها الfoot cream لسه، فتحفة. أنا باحب أصلًا منتجات Avon بصراحة، حاجاتهم خطيرة ودايمًا باستخدمها يعني. المهم في براندات تانية برضه غير Avon عشان الناس اللي مش يعني هم المشكلة عندهم دلوقتي منتجاتهم مش متوفرة على طول، فلو أنتم محتاجين foot cream حلو ومش لاقيين بتاع Avon ده قولوا لي وأنا هاقول لكم على حاجات وأسعارها اقتصادية جدًا وخطيرة. في براند اسمه Skinova برضه عندهم منتج للقدم يجنن. فأنا عشان يعني باهتم شوية بموضوع الskin care وإن أنا أهتم برجلي وإيدي والكلام ده، فتلاقوني دايمًا يعني الحاجات دي باجيبها وبادوّر عليها. وبابقى حاطة hand cream برضه، بس هو كان على الكومود التاني. لازم الهاند كريم أساسي يا بنات وصيف وشتا، وباقول لكم دايمًا يعني إيدينا اللي بتتهرى في المواعين وفي تنضيف البيت دي أقل واجب إن أنتِ كل يوم ترطّبيها ومش مرّة على فكرة، المفروض نرطّبها أكتر من مرّة في اليوم كمان، فبيبقى أساسي. وبابقى حاطة بقى فيه سيرم برضه والeye cream بتاعي، وفي جايبة eye serum كده بالكافيين، كل فترة كده باستعمله عشان هو برضه بيهدّي الانتفاخات ولو في هالات، أنا الحمد لله ما عنديش حالات فظيعة، بس برضه هو كل فترة كده باحب أدخّله في الروتين بتاعي. يعني حاجات بسيطة أنتِ ممكن تكتفي أصلًا بالغسول وإن أنتِ تستعملي تونر وتستعملي كريم مرطب، ولو بتنزلي الصبح يبقى طبعًا الsunscreen وده أساسي ومهم جدًا وما فيش غنى عنه. بس قُلت أشارك معاكم برضه كده عشان يعني إيه، لو أنتم ناسيين فقرة الاهتمام بالskin care دي، دي النهارده بقت من الأساسيات يا بنات، خلّوا بالكم علشان بجد يعني الموضوع بيفرق جدًا في شكلِك وفي كل حاجة. والله مش كلام يا بنات بجد، أنتِ ممكن حد يقابلِك لو أنتِ فعلًا واحدة بتهتمي دايمًا بالskin care بتاعِك وببشرتِك، ما باقولكيش روحي اشتري skin care كوري غالي جدًا، بس على الأقل يبقى عندِك يعني غسول محترم. والغسول برضه من الحاجات اللي أنا ما باقولكيش روحي ادفعي فيها مبالغ، أنا عمري ما باشتري غسول غالي، يعني الغسول اللي 700 و800 عمري ما أعمل كده، لإنه في الآخر غسول، يعني هو مش مستنية منه يعمل لي حاجة غير إنه ينضف بشرتي، فأي غسول هيعمل ده. لكن ممكن نهتم بالتونر نجيبه نوعه كويس، نجيب نوع سيرم محترم، نجيب كريم مرطب كويس مناسب لنوع بشرتنا. والله يا بنات هيفرق، يعني هتلاقي كده ممكن واحدة مقابلاكِ ما تصدّقش عُمرِك مثلًا من كتر ما أنتِ يعني الحمد لله واخدة بالِك من بشرتِك، فبشرتِك مشدودة، غير لو حد ما بياخدش باله بجد البشرة بيبان عليها الإجهاد، البشرة بيبان عليها التجاعيد، حتى لو أنتِ مش بتستعملي على فكرة حاجة قوية للتجاعيد، هي فكرة الترطيب نفسه وفكرة الاهتمام ده بيدّي glow كده للبشرة وبيدّي بيقلل الخطوط والتجاعيد مهما كانت، مش هتتساوي عُمرِك باللي مش بيستعمل أي حاجة خالص ولا بيهتم أصلًا. فما ينفعش، لازم نحاول كده إن إحنا على قد ما نقدر زي ما بنهتم ببيتنا وزي ما بنهتم بأكلنا وبولادنا وبكل حاجة، لازم جزء الاهتمام بالنفس ده يبقى أساسي عندِك، يعني ده مش أنانية أبدًا. وصدقيني لو أنتِ بتعملي ده عشان توفّري، كل اللي أنتِ بتوفّريه دلوقتي ده هتدفعيه بعد كده في جلسات نضارة وجلسات بقى حاجات تانية كده filler وحاجات إحنا كلّنا عارفينها. أنتِ كنتِ أولى بدل ما تروحي تدفعي مبالغ أكتر من اللي وفّرتيه ده مرّتين، 3 لأ، دلوقتي حاجات بسيطة هتفرق معاكِ جدًا. فيعني عايزة أقول لكم إن ما شاء الله الإنستا والتيك توك البلوجرز مش مخلّيين، ممكن تدخلي تكتبي نوع بشرتِك والروتين المناسب ليها وهييجي لِك 100 فيديو ب100 منتج ببادجت مختلفة، يعني من أول منتجات ب150 جنيه وب200 جنيه لحد منتجات ب2000 و3000 جنيه. أنتِ على حسب بقى إمكانياتِك وعلى حسب البادجت بتاعتِك، ومش لازم تجيبي برضه أغلى حاجة ولا تجيبي أقل حاجة، خليكِ دايمًا في الوسط كده، وفي شركات بس تكون معروفة، بلاش الحاجات اللي تحت السلم يا بنات بالله عليكم، عشان الحاجات دي هتضر أكتر ما هتنفع. في الفيديو اللي فات كان في بنوتة جديدة معانا في القناة سألتني عن بناتي وسنهم وكده، وسألتني هو إحنا إزاي نبدأ نخلّي ولادنا يعتمدوا على نفسهم في موضوع إن هم يساعدونا في شغل البيت، ويعتمدوا على نفسهم في تنضيف مثلًا أوضتهم وكده.
مبدئيًا أنا عندي بنتين، عندي هنا في أولى ثانوي السنة دي، وعندي كارما في خامسة ابتدائي. وأنا من وهُم تقريبًا يعني في تانية ابتدائي كده، أولى ابتدائي، ابتديت إن أنا واحدة، واحدة أخلّيهم ليهم مسؤوليات معايا في البيت، وهُم في سِن أصغر كان كل حاجة مشاركة، يعني برضه كانوا بيعملوا معايا على الأقل الحاجات الخاصة بيهم، يعني مثلًا لعبهم، يعني الطبق اللي بياكلوا فيه، الحاجات دي كنت باخلّيهم يساعدوني حتى لو إحنا قاعدين بنتغدى باخلّيهم يساعدوني يشيلوا الأطباق، بس لو أطباق بلاستيك مثلًا، لو المعالق يدخّلوها لي المطبخ، والحاجات دي اوعي تكوني فاكراها رفاهيات، بالعكس دي بتحسّس الطفل بالمسؤولية من وهو صغير، ادّي له معلقة وخلّيه يدخّلها لِك المطبخ، وهو يعني كركب الأوضة وماليها لَعَب، يالّا هنعمل مسابقة مين اللي هيلِم لَعَب أكتر ونقعد نلِم اللَعَب مع بعض، وأنا كنت باعمل كده دايمًا مع ولادي، الطبق اللي بياكلوا فيه أو الكوباية اللي بيشربوا فيها كنت باخلّيهم يدخّلوها المطبخ بعد ما يخلّصوا، لو بياخدوا shower بياخدوا لبسهم يدخّلوه الغسالة بعد ما بيخلّصوا، ممكن تبقي شايفاها حاجات تافهة وبسيطة، بس دي كانت البدايات اللي فعلًا علّمتهم من وهُم صغيرين يبقوا عندهم إحساس بالمسؤولية. بعد كده لمّا كبروا شوية ابتدى يبقى في خطوات أكبر بقى، أدّيها المكنسة تحاول إنها تكنس الأوضة أو تكنس جزء مثلًا وأنا واقفة معاها كده، أخلّيها مثلًا تدخل تغسل الكوباية اللي كانت بتاكل فيها أو الطبق اللي هُم كانوا بلاستيك في الأول طبعًا، وهُم أصلًا في الأول كانوا بيعيطوا عشان يقفوا هُم يغسلوا المواعين وهُم اللي عايزين يغسلوا وعايزين وكنت باحط لها كرسي صغير كده تُقف عليه على الحوض وواحدة، واحدة تغسل المعلقة بتاعتها، يعني حاجات بسيطة كده. لمّا ابتدينا بقى نكبر في السن شوية، ابتدى يبقى في مسؤولية كاملة، يعني الدولاب بتاعهم هم اللي مسؤولين عن ترتيبه، وأنا معوّداهم من وهُم صغيرين، وهُم بيدخّلوا اللبس بتاعهم اللي كان في الغسيل، يعني اللبس بيتطبّق، هُم بيدخّلوه الدولاب، هُم بيضبّطوا الدولاب معاهم، أي حاجة مش في مكانها بيطبّقوها بسرعة ويخلّوها مكانها، نفس الموضوع الكُتب بتاعتهم، نفس الموضوع الأدراج بتاعتهم في الأوضة، كل حاجة هُم مسؤولين عنها، في فترة الأجازة بيساعدوني أكتر إن هُم بيكنسوا معايا البيت مثلًا، ممكن بنتي الكبيرة تغسل مواعين، ممكن ابتدوا دلوقتي كارما مثلًا بادخّلها تتبّل لي البانيه وتعمل لي يعني تتبّله من A to Z يعني كلّه، من أول التتبيلة لغاية إنها تحطّه في البيض والبقسماط وكلّه، وهنا مثلًا هي اللي تقليه في الزيت، فاهمني؟ ابتدى الموضوع واحدة، واحدة أشاركهم بس مش بادّي مسؤوليات كبيرة عشان أنا مش عايزة أكرّههم في الموضوع، لأ، أنا عايزة الموضوع يبقى بسيط كده، دلوقتي مثلًا ممكن أقول لهنا لمّي الغسيل وطبّقيه، بس برضه في الأجازة، في الدراسة أنا ما بادّيش أي مسؤوليات خالص. حتى أبسط الحاجات أوقات أنا اللي باعملها لإن أنا يعني بادّي أولوية للدراسة، لكن دلوقتي في الأجازة لأ طبعًا هُم بيساعدوني، وأوقات كتير هُم بيعملوا أكتر منّي كمان، لإن أنا مش عايزة كمان الموبايل يبقى طول الوقت ماسكين الموبايل لأ، فباحاول على قد ما أقدر إن أنا ألهيهم عن الموبايل شوية، إن هُم يقوموا يساعدوني في حاجات ومش بالأمر برضه، يا كتاكيت قلبي أنا تعبانة بصراحة مش قادرة ممكن واحدة تقوم تساعدني نعمل كذا، كده، يعني بأسلوب حلو كده، مش قومي سيبي التليفون ده واعملي لأ، أنا ما باعملش كده ولا ده أسلوبي ولا دي طريقتي، أنا دايمًا باجيبها بطريقة إن إحنا إيه، نتحايل على الموقف كده عشان هُم بييجوا بالطريقة دي، يعني أكتر من إن أنتِ تدّي order ما فيش ولاد ولا بنات بيحبوا ياخدوا أوردرات. واحدة، واحدة ما تزهقيش بقى لو سمحتِ، يعني زي الصلاة كده، الموضوع عامل زي الصلاة، هتلاقي نفسِك طول الوقت قومي يا حبيبتي صلّي، قومي يا حبيبتي اعملي كذا، ممكن تقومي تساعديني في كذا، معلش أنا تعبانة، ممكن تقومي تساعديني وأنا باعمل الحاجة دي، هو ده اللي خلّاهم واحدة، واحدة يعني خلاص بقيت باقول الحاجة من أول مرّة، فهُم بيقوموا وحاجات بقى يعني إن هُم يشيلوا الأكل أصلًا والكلام ده يا بنات أنا ما عُدتش باقوله، هُم اتعوّدوا، فأنتِ وهُم صغيرين لازم تبدئي تعوّديهم ولو كبروا برضه والله ما يعني بُصّي مش عايزاكِ تفقدي الأمل، واحدة، واحدة كده معاهم وإن شاء الله هيستجيبوا، أهم حاجة ما تفقديش الأمل والدعاء بقى، أنا مش عايزة أقول لِك دايمًا ادعي كده إن ربنا يهدي أولادنا وأولاد المسلمين جميعًا يا رب اللهم آمين، وبس كده يا حلوين ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وهنا كنت أنا خلاص اتغديت وقُلت آجي لكم وأنا متكتكة كده أعمل معاكم كوباية شاي كرك عشان أنا باموت فيه وبيدفّيني أوي في البرد ده، فبُصّوا أنا خلاص تهيأ لي أنا اللي مخلّصة شاي الكرك اللي في السوق كلّه، فلازم تبقوا عارفين مش لاقيينه اعرفوا إن سارة اللي مخلّصاه.
تعالوا بقى اشربوا معايا كوباية شاي الكرك الروعة دي، لأ بجد هتندموا لو ما جيتوش، واستنوني في فيديو جديد ومع السلامة يا أمورات.